ماذا تفعل يا سعيد؟ أراقب المطر، فلقد كان الجو صافيا في الصباح يا جدي. نعم يا بني، هذا من عظمة الله تعالى ومن دلائل قدرته، فقد قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم يا جدي، فلقد سخر الله تعالى كل ما في الكون لأجل الإنسان. أحسنت يا بني، وآيات الله في الكون كثيرة لا يمكن عدها، ومنها الأرض، فقد بسطها الله تعالى لاستقرار الحياة عليها، وجعل الجبال أوتادا لتثبيت الأرض من الاضطراب. والليل خلقه الله للراحة والنوم، قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا. والنهار خلقه الله للعمل وطلب الرزق، قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا. لكن عندما نرى آيات الله ماذا نقول يا جدي؟ نقول: لا إله إلا الله.